يقول أحدهم: قلت لصاحبي وقد كان منفقا كثيرا في وجوه الخير، فقلت له: أما تخشى وأنت تعطي هذه الفلوس كلها للفقراء أن تطول الأزمة وأن تحتاج أنت لهذه الفلوس؟ فكان جوابه لي صادما، حيث توقعت أنه سيقول لي: ما نقص مال من صدقة، أو عند الله عز وجل ما يضيع. لكنه قال لي جوابا غريبا، قال: المنفقون كالشهداء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلفت انتباهي بهذا الجواب، فبحثت عن دليل له في كتاب الله سبحانه وتعالى، فوجدت بأن الله عز وجل قد ذكر الأمرين. ذكر بأن الشهداء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وذكرت أيضا في حق الفقراء، قال الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. كل يوم هنالك ملك ينزل فيقول: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. فلا نخشى من الفقر، لا سيما في وجوه الخير، فإن الله عز وجل قد وعد المنفقين بألا خوف عليهم من الفقر ولا هم يحزنون مما أنفقوا وقدموا لأنفسهم عند الله سبحانه وتعالى.